في لحظة بدت أقرب إلى إعلان سياسي حاد منها إلى خطاب تقليدي. خرج دونالد ترامب من ميامي برسالة مباشرة أربكت المشهد. لم يعد هناك أعذار، جملة قصيرة لكنها حملت في طياتها ضغطاً غير مسبوق وفتحت باباً واسعاً من التساؤلات. ما الذي تغير فعلاً، ولماذا الآن، ومن المقصود بهذه الرسالة الواضحة؟ بمرور الدقائق بدأت الصورة تتضح تدريجياً. الحديث لم يكن عاماً بل موجهاً بشكل غير مباشر إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي لطالما ربط خطوة التطبيع مع إسرائيل بشروط تتعلق بالأمن الإقليمي وعلى رأسها النفوذ الإيراني. لسنوات كان هذا الملف معلقاً على معادلة معقدة: تقليص تهديد إيران مقابل الانفتاح على اتفاقيات السلام. ترامب قدم رواية مختلفة تماماً، إذا أكد أن الولايات المتحدة نجحت في تحجيم إيران بشكل كبير، معتبراً أن هذا التطور يزيل أحد أهم المبررات التي كانت تستخدم لتأجيل التطبيع. الرسالة بدت وكأنها تقول: إذا كان الخطر قد تراجع فلماذا لا تتحركون الآن؟ ولم يتوقف عند هذا الحد، كشف أيضاً عن طبيعة الحوارات السابقة مع القيادات السعودية، مشيراً إلى أن الرد كان دائماً مشروطاً بعبارات من نوع: عندما يحدث هذا سنقوم بتلك الخطوة. لكن هذه المرة جاء رده حاسماً: لقد حدث ذلك بالفعل. وهنا تحول الخطاب من تلميح دبلوماسي إلى ضغط علني ينقل النقاش من الغرف المغلقة إلى الساحة الدولية. ومع تصاعد الحديث اتضح أن المسألة لا تتعلق بالسعودية وحدها، بل بمشروع أوسع لإعادة تشكيل المنطقة. ترامب تحدث عن توسيع اتفاقيات أبراهام لتشمل دولاً إضافية، مع طرح رؤية لشرق أوسط جديد يقوم على الشراكات الاقتصادية والاستثمار بدلاً من الصراعات التقليدية. كما حاول الإشارة إلى أن الدول التي انضمت سابقاً بدأت تجني مكاسب اقتصادية واستقراراً سياسياً. في رسالة غير مباشرة مفادها: الفرصة ما زالت أمامكم. المفاجأة لم تكن في مضمون التصريحات بل في توقيتها وأسلوبها. للمرة الأولى يتم طرح هذا الملف الحساس بهذه الصراحة والعلنية، وكأن هناك محاولة لفرض واقع سياسي جديد مستبق لنتائج أي تطورات إقليمية قادمة. لم يعد الحديث عن إذا بل عن متى، ولم يعد النقاش سرياً بل أصبح علنياً وتحت أنظار الجميع. وهنا تكمن النهاية التي ليست نهاية، لأن ما قيل في ميامي قد يكون مجرد بداية لمرحلة جديدة من الضغط السياسي، لا إعلاناً لقرار وشيك. وبين التصريحات الصاخبة والواقع المعقد يظل السؤال معلقاً: هل تغيرت المعادلة فعلاً كما يقال، أم أن ما يحدث هو محاولة لفرض إيقاع أسرع على قرار لم ينضج بعد؟